السلام عليكم. أهلا ومرحبا يا أصدقائي. النهاردة جاي أتكلم معاكم عن إحساس مش حلو بنحسه من وقت للتاني. لما نحس بالخذلان إزاي نتعامل معاه؟ الخذلان شعور صعب، خاصة لو كان جاي من حد قريب ليك أو كنت حاطط عليه آمال كبيرة. بتحس فجأة إنك اتصدمت وإن اللي كنت مستنيه محصلش. بس لو حسيت بالخذلان إزاي تتعامل معاه وتخرج منه؟ إيه اللي ممكن تعمله لما تحس بالخذلان ووجع القلب؟ اسمح لنفسك تزعل، طبيعي تحس بالحزن والإحباط. سيب نفسك تحس بالمشاعر دي من غير ما تضغط عليها، بس ما تسيبهاش تطول أكتر من اللازم. اعرف إن مش كل حاجة تحت سيطرتك. أحيانا بنخطط ونحلم ونبني آمال، بس الدنيا مش دايما بتمشي زي ما احنا عايزين. حاول تفتكر إن في حاجات كتير بتحصل مش بإيدينا. إحنا في دنيا مش في جنة. راجع توقعاتك من وقت للتاني. يمكن كنت مستني حاجة كبيرة أو كنت شايف الأمور من زاوية معينة. المرة الجاية حاول تراجع توقعاتك وتبقى واقعي أكتر. افتكر دايما إحنا في دنيا مش في جنة. اتعلم من التجربة اللي عدت عليك. أيا كان التجربة اللي بنمر بيها ممكن نتعلم منها درس جديد. خليك واثق إن الخذلان ده مش ممكن أبدا يكون حاجة توجعك أكتر من كده. ده ممكن يكون فرصة تتعرف فيها على نفسك أكتر وتقوي نقط ضعفك أكتر. ما تخليش الخذلان أبدا يأثر عليك. مش كل الناس زي بعض، يعني لو حد خذلك مش معنى كده إن كل الناس هتعمل زيه. خليك منفتح شوية لفرص وعلاقات جديدة من وقت للتاني. وبرضو خدوا حذركم وافتكروا دايما إحنا في دنيا مش في جنة. اتكلم مع حد بتثق فيه. لو حد بتثق فيه كويس قوي وقريب منك وقريب من قلبك وواثق فيه كويس، ولو حاسس إنك متضايق ومحتاج تفضفض اتكلم معاه. من وقت للتاني ساعات بتشوف الأمور بوضوح أكتر لما بنتكلم وبنفضفض، وكمان بنكون أهدى. الخذلان ممكن يكون صعب، لكن افتكر دايما إنك أقوى منه. دايما افتكر إن كل موقف بيمر عليك بيديك قوة وخبرة جديدة تخليك تتعامل مع الحياة بشكل أفضل. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.